صلاة العيد على المستوى الرسمي واللي غاب عنها كالعادة من يقدم كرئيس جمهورية تمت اليوم في المسجد الكبير، ماشي في المسجد الجديدة، المسجد الكبير تاع لابيشي تاع ساحة الشهداء، وحضروها بعض أعضاء الحكومة والسلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر الدول الإسلامية والأمين العام رئاسة الجمهورية. وفي مسجد لابيشي، وعلاش ماشي في مسجد الجزائر يا أخي؟ يفتحوا الصلاة 4 صلوات ما يصلوش فيها العيد. غريب انكار أمر الجزائر هذايا. هاي ليك شوفوا الصور، هاي الصور ينسينا قبل هذا التهاني ديالو. شوفوا في التهاني تاع تبون، شوفوا واش تلاحظوا. ومناسبة يحرص فيها الناس على صلة الرحم بزيارة الأقارب. وعقب صلاة العيد تلقى والسلك الدبلوماسي إلى تلا وحالة الفرقة التي طالت أشقاءنا في السودان، مجددا الدعوة لهم بضرورة تغليب لغة العقل والمصلحة العليا للوطن للحفاظ يعني مقلقين على السودان، مقلق على السودان، ما يتقلقش على الشعب الجزائري، ويتكلم صلة الرحم في السودان ما يتكلمش عليها في الجزائر. اسمع على أمتنا العربية والإسلامية. يجب أن لا ينسينا احتفالنا بعيد الفطر المبارك معاناة إخواننا في فلسطين المحتلة وانتهاك حرمة المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين أمام مرأى العالم وصمته، وحالة الفرقة والاحتراب التي طالت أشقاءنا في السودان، مجددين دعوتنا لهم بضرورة تغليب لغة العقل والمصلحة العليا للوطن للحفاظ على أمتنا العربية والإسلامية. يعني الشعب الجزائري راه قاعد يقاسي، ما يخممش عليه، ما يخممش فيه، ما يخمم لا الشعب الفلسطيني والسوداني ولا ياك. الجزائريين كونت بور دي بريم، ما عندهمش قيمة بالنسبة ليه، ما يتكلمش عليهم. ما عليه تجي من واحد لا دين لا ملة، لا دين لا ملة، هذايا تجي منه نفهموا علاش. نشوفوا الآن على كل شيء اللي نلاحظوه انه تبون باين على ملامحه تعب وشي